السلام عليكم. أرجوك ما تبقاش سبب في وفاة من مليون لاتنين مليون واحد سنويا. ما تبقاش انت السبب في ايه. الناس دي بتموت نتيجة مناعة البكتيريا ضد المضاد الحيوي، نتيجة الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي. ايه هو الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي؟ اللي انت ما بتاخدش الجرعة كاملة. يعني ايه ما بتاخدش الجرعة كاملة؟ دلوقتي انت الدكتور كاتب لك المضاد الحيوي لمدة اسبوع او علبة كاملة او اسبوعين حسب شدة المرض او شدة الحالة. فسعادتك خدت الدواء اول يومين ثلاثة ما شاء الله البكتيريا قلت بنسبة كتير جدا، في الجسم اتحسن، الحرارة راحت والجسم بقى كويس، فتوقف المضاد الحيوي. وهنا الموضوع يعمل مشكلة كبيرة جدا ويتسبب في وفاة من مليون لاتنين مليون واحد حول العالم. ليه؟ لان هيتبقى بكتيريا. انا هدي مثلا في 100 بكتيريا في الجسم مثلا، يعني انت خدت مضاد حيوي ففي 80 واحده ماتوا وفاضل 20. ال 80 واحده لما ماتوا خلت الجسم يفوق ويبقى كويس، وال 20 دي كميه قليله مقارنه بال 100، فخلاص الجسم بيخف ويبقى كويس. ولكن ال 20 دي ترجع تتكاثر تاني وتعمل اعداد اكتر من 100، بل ممكن توصل لالافات، ولكن بتنتج جيل جديد عنده مناعه من المضاد الحيوي اللي سعادتك خدته وكان مؤثر جدا فيها في الاول. لو كنت كملت العلاج كان قضى على ال20 الباقيين دول او على كل انواع البكتيريا اللي موجوده. ولكن بتيجي الاجيال دي تعمل لك حاله مرضيه بعد شهر او شهرين او اكتر او اقل حسب المناعه بتاعت جسمك، وتعمل لك حاله مرضيه تانية اشد، بس مش تنفع المره دي فيها نفس المضاد الحيوي اللي انت خدته. مش دي المشكله بس، لا، المشكله اللي انت ممكن تنقل العدوى بالبكتيريا اللي عندها مناعه دي لانسان تاني المناعه بتاعته ضعيفه، او عنده مرض اصلا فتزود مرض على مرضه فتتعبه اكتر. برضو مش هنا المشكلة. المشكلة الأكتر إن لما يتكرر الموضوع ده في مضاد حيوي 2 و3 و4، الناس اللي عندها حالات خطيرة وبتحتاج مضادات حيوية ما بتلاقيش ولا مضاد حيوي فعال، لأن البكتيريا اللي عندهم بتكتسب مناعة ضد كل المضادات الحيوية اللي احنا أسأنا استخدامها. والنتيجة بتبقى وفاة مريض ملوش ذنب غير إهمال واحد ما خدش الدواء بجرعة مظبوطة. أرجوك خد المضاد الحيوي جرعة كاملة حتى لو اتحسنت من أول يومين. سلام عليكم.